السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي وصفات لاله عتيقه. معكم عتيقه. اليوم غادي نقترح عليكم هذا المادلين الكوتي او الفطور كيجي شهوه منه. غادي نفوتوا نشوفوا الطريقه والمكونات، فرجه ممتعه. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه نتاعي كنبغي نرحب بكم، كنقول لكم مرحبا بكم. كذلك ومثال الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تدعموني باللايك وباشتراك، ولما لا تبارطاجيوه مع العائله والاحباب باش تعم الفائده. المكونات اللي غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، الحجم يعني متوسط، وكنضيفو رشه من الملح. بالنسبه الى كان البيض كبير كتكتفيو غير، كنقول البيض كبير يعني تكتفيو غير بيضه وحده. هنا انا درت جوج بيضات صغار، كنديروا رشه من الملح لتصحيح الذوق. وغادي نحتاجو الكاس نتاع العنبه، الكاس العادي من الوزن نتاعو 140 145 غرام. بالنسبه للنكهه انا كنفضل النكهه نتاع الحامض، هو اللي ولا نتاع لاتشي الكبير، هو اللي كيجيني يعني لذيذ، لا في المادليل ولا في الكيك، يعني دائما كنفضله. بالنسبه للناس يقدروا ديروا الفاني ولا ديروا اي نكهه بغيتو نتوما. انا كن شديت هاد اللي ما غنحك ليها غير ديك القشره الصفراء اللي على برا، وغادي نخلطوا مزيان هاد المكونات. ضروري انكم تبعوا الفيديو من الاول حتى التالي، حيت هاد 8 دقائق كامله غادي نقول لكم كاملين النصائح باش ان هاد المادليل يطلع معكم. حيت الا ديتو غير المقادير ومشيتو ما تبعتوش الطريقه راه ما غاديش يطلع معكم. وتقدروا تجربوا وتشوفوا، راه كتجربوا العديد من الوصفات يعني نتاع يعني المادليل، تجربوا يعني راه تكونوا نفس المكونات، ولكن الا درتوهم بطريقه اخرى راه ما غاديش يطلعوا نهائيا، ولا غيتزلعوا لكم في الفران. مهم خاصكم تبعوا يعني هاد الطريقه بالتفصيل باش يصدقوا معكم ويجيو طالعين ومنفوخين ومهويين من الداخل. هنا كاين انا ضروري كنستعمل الطراب الكهربائي باش كيسهل عليا الخدمه. تقدروا تخدموا حتى باليد، غير هو كياخذ شويه ديال الوقت وشويه ديال التعب، هذا ما كان. هنا كاين ضروري اننا نطربوا البيض حتى كيطلع كيجي بحال اللي منفوخ ومصوف من الداخل. كنضيفوا عليه خيوط بحال هكذا نتاع الزيت. ضفت نصف كاس نتاع الزيت. هانتوما غنعاود معكم المقادير. درت جوج ديال البيضات، رشه من الملح، كاس نتاع السكر حبيبات، ودرت نصف كاس نتاع الزيت، وغادي نضيفوا عليهم كاس نتاع الحليب. هادو هما المكونات، راهم باسيك يعني، ولكن كتجي واحد النكهه ما نقول لكمش، واحد المذاق في هذا المادليل. عوض ما تمشيو تشريو كل مادليله تجيبوها باورو او 10 دراهم، ما عرفتش شحال كيدير الثمن ديالهم في المغرب، ولكن باش يكونوا يعني مادليل يعني مصنوعين في نفس النهار راه بطبيعه الحال يعني كيكونوا غاليين. هنا كاين كتصايبوا اكثر من 12 حبه يعني، ومقادير يعني بسيطه، وكنظن يعني كيكونوا متوفرين في كل بيت. المهم هنا ضفت كاس نتاع الحليب، خلطت مزيان، وغادي نضيفوا الدقيق. ضروري انكم تردوا معايا البال الدقيق. كيف قلت لكم بالنسبه للدقيق ضروري انكم يعني كتبقى يعني كيجي الخليط خاصو يجي ثقيل. هنا كاين انا غادي نضيف جوج كيسان ديال الدقيق، وغادي نخلط مزيان، وغادي حتى كندخل داك الدقيق كامل، وغادي نزيد عاد دقيق واحد اخر. يعني غادي نضيف جوج كيسان ونص، وغادي نزيد ربع، يعني 3 د الكيسان قل ربع اللي هز لي انا ديال الدقيق. المهم جوج كيسان ونص راه خاصها تدخل. هنا كاين تدخل في هذه المكونات، يعني كيبقى هذاك الربع حسب النوعيه نتاع الدقيق اللي استعملتوه السكر. المهم راكم عارفين. ضفت 11 غرام نتاع الخميره نتاع الحلويات، غادي نخلطوه مزيان. يعني ضروري اننا خاصنا نخدموه مزيان كيف قلت لكم، يعني راه هذا الخليط كيجي ثقيل شويه على القوام نتاع العادي نتاع الكيك، يعني ضروري انه يجي ثقيل باش انه يتنفخ معانا، وراه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت في الفران. يعني كيف قلت لكم راه الطريقه هي اللي مهمه. هنا غادي نخدمو مزيان. هنا كيف قلت لكم ضفت جوج كيسان، غادي نضيف نصف كاس اخر، وغادي نضيف ربع كاس، يعني 3 د الكيسان الا ربع ديال الدقيق اللي خدا ليا. من بعد غادي نشد هذا الخليط كامل، غادي نديرو في المجمد. يعني غادي نخويه في واحد الكاس، وغادي نغطيه بلاستيك غذائي، وغادي نخليه من 20 ل 30 دقيقه في المجمد، او تخليوه ساعه في الثلاجه العاديه. ضروري يعني هاد الخطوه ضروري. علاش؟ هاد الخطوه كتساعد يعني مين كندخلوهم في المجمد وكنديروهم ندخلوهم الفران سخون، يعني هذاك تشوكين تاع الحراره يعني دغيا كيطلعوا كيديروا لنا داك الشابو اللي كنبغيو حنا يجيو يعني طالع الفوق المادليل، يعني ما يجيش المادليل يعني مزلع مع الجناب. ضروري يعني. وقضيه اخرى، الفران خاصو يكون سخون. هنا انا مي راني كنوجد يعني بحال هكذا كندخلو
المجمد الخليط كندخل المجمد كنشعل يعني نص ساعه شعلت الفران قبل كندير له اعلى درجه وكنخليه يسخن مزيان. الا ما كانش الفران سخون مزيان راه ما غاديش يطلع الكوب كيك نتاعكم او المادلين يدير هذاك الشابو، بالعكس غادي يتزلع، غادي يجي داير بحال كيف نقول لكم مش هات ليا من بالي. المهم غادي يجي داير بحال الفطر يعني غادي يدير داك الشابو هكذا بحال الشامبينيو، غادي يجي داير بحال الشامبينيو ما غاديش يطلع داك المادلين، غادي يتزلع مع الجناب. المهم هذا مكان هنا كيف كتشوفوا راه كنخدموا انايا مزيان حتى كنديروا هكا رقم 8 وكتشوفوا بان هذاك الرقم اللي كتكتبوا راه ما كيدخلش ما كيدركش دغيا. هنا عاد غادي نزيد له انايا هذاك الربع كيف قلت لكم نتاع كيف شفتوا راني ضفت عليه داك الربع كاس نتاع الدقيق اللي بقى وغادي نخلط مزيان. بالنسبه للتزيين تقدروا تزينوهم باش ما بغيتوا. انا هضرتهم معاكم هاد المادلين راه نفس الطريقه وزينتهم درتهم معكم مادلين راه المادلين الاسباني درتو بالسكر من الفوق، درتو بالشوكولات من الداخل، درتو بحبيبين تاع الشوكولات من الداخل من الفوق، ودرتو بالشوكولات من الداخل يعني الخليط كامل درتو بالشوكولات ودرت له حبيبات نتاع السكر من الفوق حتى هو كيجي زين. واليوم درتو برقائق نتاع اللوز جا شهوه منه ما نقول لكمش. هنا كاين بعد ما كنجبدوه من المجمد هذيك نصف ساعه ضروري كنوليو نخلطوه مزيان مزيان. كنعتذر انني كنهضر بالزربه ولكن كنحاول انني نوصل الفكره يعني صوت وصوره. كنخلطوه مزيان وصافي كنبقاو نعمروا الكريتينات بحال هكذا. من الاحسن انكم ديروا يعني ما ديروش غير وحده من هذوك الكريتينات، ديروا 2 ولا 3 باش انه يعني من يتحمر ما يتحرق لكمش من التحت حيت كيكون الفران مجهد. انايا ما عرفتش فين هملوا لي، ما كنتش كاع بغيت نصور في التالي حيت كانوا هملوا لي هادو نتاع الكريتينات، درت غير وحده هذاك ما تلاقيت معاهم الاخرين ما عرفتهمش فين مشاو. بالحق شديت ورق الزبده وقطعته قطعته مربعات صغار وحطيتهم لتحت عاد وحطيت عليهم هاد الكريتينات باش ما يتحرقوا لياش. انا استعملت هاد النوعيه نتاع اللوز نتاع الليدل اللوز بحال هكا افيلي صافي. كنديروا هكا واحد الكميه اللي لا باس بها باش من كنكونوا ناكلوا نحسوا بداك اللوز. تقدوا اللي بغى يدير النكهه نتاع اللوز انا ما بغيتش يعني بغيت يجيب اللوز ولكن ما نديرش فيه النكهه ديال اللوز لداخل، درت فيه النكهه نتاع الليم كيف قلت لكم كتعجبني اكثر. صافي دابا غادي نزينوا هكذاك تقدروا تزينوه باش ما بغيتوا. وغادي ندخلوا الفران مشعول من التحت ومن الفوق وسخون على درجه الحراره 190 وراه كياخذ لكم راه كتشوفوه من الجاج راه دغيا كيطلع. هنا صافي من كنشوفوا راه تنفخ وطلع كنبقى كنراقبوا في الطياب يعني كاين بعد مرات كيطيب من التحت ومن الفوق خطره وحده، بعد مرات خاصك تطفيلو من التحت وتخلي له غير من الفوق باش يزيد ياخذ شويه ديال اللون. بحال انايا هنا كاين حيت دار داك الشابو بزاف يعني راه طفيت له من التحت وخليته تاخذ داك اللون الزوين بحال هكذا كيف كتشوفوا خدا هذا اللون زوين بحال هكذا. لحقاش الا خليته يعني من التحت ومن الفوق يعني انا بقيت كنراقبه من الجاج يعني وكنتحكم في الساعه كان نجهد ونقص. كيف كتشوفوا راه كيجي شهوه منه. كنعتذر نسيت ما حليت لكمش وحده باش تشوفوها من الداخل. ديجا راه عندي فيديوهات اخرين راني حليت لكم فيهم المادة راه نفس الوصفه كيتبدل غير الشكل تاع التزيين راه كيجي رائع. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات ولما لا تبارطاجيو مع العائله والاحباب. الى عجبتكم الوصفه قولوا لي في التعاليق وخليوا لي لايك. تهلاو في راساتكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الوصفه الجايه. السلام عليكم.